بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الإيمان: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مر معنا وذكرنا لكم أن البخاري رحمه الله يرى أن الإسلام والإيمان ماذا؟ مترادفان. يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، مترادفان. الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لا فرق بينهما. وقلنا إن البخاري على جلالة قدره رحمه الله، إلا أن قوله هذا ضعيف، والقول الصحيح أن الإسلام والإيمان ماذا؟ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وشرحنا لكم هذه المقولة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان ودخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده ماذا؟ دخل فيه الإسلام. وإذا اجتمع ذكر معا، يعني ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان، فماذا؟ فالإسلام على المعنى الظاهر وعلى الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأعمال ماذا؟ الباطنة، كما في حديث ماذا؟ جبريل الطويل، حديث عمر رضي الله عنه، سئل عن الإسلام فأجاب بالأعمال الظاهرة، وسئل عن الإيمان فأجاب بالأعمال الباطنة بالإيمان. ولا شك عند الاجتماع الإيمان يكون أخص من الإسلام. الإيمان ماذا يكون؟ أخص من الإسلام. والدليل هذه الآية التي ساقها البخاري رحمه الله، فيها التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا فرق الله سبحانه وتعالى بين الإيمان وبين ماذا؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم الإيمان، فقال لهم الله سبحانه وتعالى: لا تدعوا لأنفسكم هذه الدرجة
لأنكم لم تصلوا إليها بعد، إنما قولوا أسلمنا، إنما قولوا نحن مسلمون. فهذه الآية على الصحيح ماذا؟ في ضعفة الإيمان، في ضعفة أهل الإيمان. لكن البخاري يعني هذه الآية كما قلنا سابقا من أقوى الأدلة التي استدل بها على من قال إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. أقوى الأدلة على ذلك إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا هذه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك الآية التي عن قوم لوط عليه السلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فرق بين هنا الإسلام والإيمان لأنهما اجتمعا، فالإسلام أخذ الظاهر لأن امرأة لوط ماذا؟ كانت تدعي الإسلام وهي كافرة، فأطلق على البيت الذي فيه المنافق أو فيه الذي يدعي الإسلام أطلق عليه بأنه بيت إيش؟ الإسلام من المسلمين، لكن الذي أخرج والذي نجا هم المؤمنون. فهذا فيه دلالة على أن الإيمان لما يجتمع مع الإسلام يحمل المعنى الأخص ويحمل معنى الاعتقاد الباطني ونحو ذلك، والإسلام يحمل معنى الأعمال الظاهرة. ومن الأدلة هذه الآية. طيب هذه الآية تخدم البخاري ولا لا؟ لكن البخاري يريد أو بين لك في ترجمته المعنى الذي هو يراه. لو تلاحظ وترجع إلى الترجمة ماذا قال البخاري؟ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. إذن هذا الإسلام يراه البخاري الذي في الآية ولكن قولوا أسلمنا ليس هو الإسلام على الحقيقة. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على إيش؟ طب ما هو المقصود؟ قال لك وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. إذن البخاري يرى أن هذه الآية في المنافقين وليست في ضعفاء الإيمان. يعني معنى قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا ظاهرا خوفا من القتل، وهذا هو إسلام المنافقين أليس كذلك؟ المنافقون يدعوا أنهم ماذا؟ أنهم مسلمون خوفا من القتل، يقول أنا مسلم لكنه منافق كافر في الباطن. فيرى البخاري رحمه الله أن هذه الآية ماذا؟ في المنافقين. قالت الأعراب آمنا يعني أسلمنا عند البخاري، لأنه ما في فرق بين الإيمان وبين إيش؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا يعني عند البخاري إيش؟ أسلمنا. طيب والقسم الثاني قالت الأعراب آمنا يعني أسلمنا ولكن قولوا إيش؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني لم تسلموا ولكن قولوا أسلمنا. طيب إيش المعنى؟ قالت الأعراب آمنا لم تسلموا ولكن قولوا أسلمنا يعني لم تسلموا تدخلوا في الإسلام تدخلوا في الإيمان، إنما قولوا أنكم استسلمتم على الظاهر استسلام المنافقين وإسلام المنافقين خوفا من القتل، خوفا من القتل. هذا الذي يعني كأن قائل أو لعل قائلا يقول طيب ماذا جواب البخاري عن هذه الآية التي فيها الدلالة الصريحة على ماذا؟ على التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، أما إذا افترقا فكل واحد يحمل معنى الآخر. فلعل قائلا يقول طيب ماذا تقول أيها البخاري يا من لم تفرق بين الإسلام والإيمان في حال اجتماعهم، ماذا تقول في هذه الآية؟ بين لك البخاري. قال أقول أن الآية هذه على المنافقين، والمقصود بها ليس الإسلام الذي هو الدين الذي هو الإيمان، إنما المقصود به الإسلام والاستسلام ظاهرا خوفا من القتل، وهو إسلام المنافقين فلا عبرة به. وهو يعني ينصر قوله هنا بهذا المعنى. لكن الصحيح كما قلنا ماذا؟ أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، هذا هو القول الصحيح. والبخاري رحمه الله على جلالة قدره يعني كقوله هنا مرجوح، وتبعه بعض الأئمة كمحمد بن نصر المروزي صاحب كتاب الصلاة وغيره. على العموم نحن ندور مع الحق حيث دار ولا ندور مع
فلان وعلان، مهما كبر وعظم ومهما ارتفعت مرتبته. العبرة بالحق وليس بأن فلان قاله أو فلان ادعاه، العبرة بالحق. يجب علينا أن نتربى على هذا دائما وأبدا، ولا تأخذنا العواطف الكذابة. نتبع الحق وندور مع الحق، ولو خالف الحق من خالف كائنا من كان. انظروا إلى التربية التي يربينا عليها ابن عباس رضي الله عنهما، لما كان يفتي بمتعة الحج فقيل له أبو بكر وعمر يقولان بماذا؟ بالإفراد. إيش قال ابن عباس؟ والله أبو بكر وعمر خلاص، إحنا هذا أفضل رجلان بعد الأنبياء، ما في كلام، ما في كلام خلاص. قال لهما: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه هي التربية السلفية الصحيحة، هذه التربية السلفية الصحيحة. نتبع مع الحق ولا نتبع الأشخاص أبدا، مهما علوا ومهما كانوا وعلى أي منزلة نزلوا، الحق ندور معه، ومن جانب الحق لا نتبعه أبدا، ولو كان أقرب قريب إلينا، ولو كان أحب الناس إلينا. هذه التربية السلفية. لكن الذين يتعصبون للرجال هؤلاء لم يتربوا التربية السلفية، كما قال شيخنا الإمام الربيع حفظه الله: الذين يتعصبون للرجال لم يتربوا التربية السلفية هذه، إنما تربوا على الجهل والتعصب، فلا ينفعهم، وما نفع ولم ينفع من قبلهم فلن ينفعهم أبدا. إنما الحق، والحق له قرائن وأدلة ظاهرة والواقع يشهد. فكيف إذا كان ثلة من العلماء على إظهار وبيان هذا الحق، كيف بعد ذلك يأتي إنسان ويقول أنا أتبع الشخص أو أتبع الأشخاص، ويرى الحق ظاهرا أمامه؟ فنسأل العافية والسلامة. لكن من طمس على بصيرته فلا حيلة فيه، مهما قلت له ومهما أتيت له بأدلة، مهما أتيت له بأدلة، مطموس على بصيرته، ما في، لا يتقبل، لا يستقبل منك الأدلة أبدا، يرى أنه على حق. فنسأل الله من عمى البصيرة والبصر. نعم، إذن هذا الباب ذكره البخاري رحمه الله للدلالة على مذهبه في أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع أو في حال الاجتماع. قال لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا. الصحيح أنهم ادعوا لأنفسهم ماذا؟ مقام الإيمان، ولم يحققوه بعد كما قلنا. فبين فرد على الله عز وجل عليهم وقال: قل لم تؤمنوا، لم تبلغوا هذه المرتبة. فهذا في دليل على أن الإيمان أخص. ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا إيش يعني؟ ما بلغنا مرتبة الإيمان، هذا هو المعنى الصحيح، وليس هو كما قال البخاري استسلمنا خوفا من القتل، لا، لأنهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان. فدل على أن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فإنه يدل على يعني أخصيته. ولكن قولوا أسلمنا. ويقول البخاري: فإذا كان على الحقيقة يعني الإسلام، فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. إذا كان الإسلام على الحقيقة فهو المقصود إن الدين عند الله الإسلام، وهذا لكي يدلل على قوله إن الدين عند الله الإسلام. فهو يرى أن هذا الإسلام هو الظاهر، الاستسلام خوفا من القتل، والصحيح خلاف ذلك كما قلنا، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري ابن شهاب قال: أخبرني عامر ابن سعد
بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يعني من المال تألفا يتألفهم على الإسلام، أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، يقول سعد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. يعني قال هذا الكلام على سبيل المشورة لا على سبيل الاعتراض، حاشاه رضي الله عنه أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال ذلك على سبيل ماذا؟ المشورة. هكذا علم من هذا الشخص وظن أنه إيش؟ محقق للإيمان أو أنه مؤمن. ما لك عن فلان؟ يعني لماذا لم تعطه؟ فوالله إني لأراه، يعني لأعلمه مؤمنا. فقال أو مسلما، النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أو مسلما، فسكت قليلا ثم قال سعد غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فكررها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أو مسلم، أو مسلم، يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تطلق عليه لفظ الإيمان، لا تطلق عليه لفظ الإيمان، وليس المقصود بذلك أنه منتفي من الإيمان منه الإيمان، لا تطلق عليه يعني لفظ الإيمان، يعني لا المقصود بذلك القطع بالإيمان لهذا الرجل، لا تقطع له بالإيمان، لأن الإيمان إيش؟ الاعتقادات الباطنة هذه لا يطلع عليها أحد، فالإنسان له الظاهر. طيب يرد سؤال هنا مباشرة، إذن ماذا أقول؟ يعني أعرف فلان على خير وصلاح واستقامة، ماذا أقول عنه؟ تأتي هنا مسألة الاستثناء في الإيمان. إيش يعني الاستثناء في الإيمان؟ مؤمن إن شاء الله. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء بالإيمان، تقول مؤمن إن شاء الله، فلان أراه مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان كما قلنا إيش؟ أمر باطني لا يستطيع اطلاع أحد، قد يظهر لك من فلان أنه ما شاء الله مؤمن ولكن تجده منافق في الداخل، كثير من الناس هكذا يظهرون الإسلام أو الإيمان والباطن على العكس. إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورده على سعد أو مسلم يعني لا تقطع له بالإيمان، لا تقطع له بالإيمان، يعني قل مسلم، فالأفضل أن تقول فلان مسلم، أو تقول مؤمن أرجو، أو مؤمن إن شاء الله. هذا هو يعني الواجب عليك أو يعني المطلوب منك. ومسألة الاستثناء مسألة جائزة عند أهل السنة والجماعة، حكمها حكم الاستثناء في الإيمان، يعني لا بأس أن نبينها الآن. مسألة الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه جائز، أما عند الكلابية فهو ماذا؟ واجب، أما عند المرجئة فهو ماذا؟ محرم. هذا هو يعني هذه أقوال الناس في الاستثناء. المرجئة يحرمون الاستثناء، لماذا؟ يعني إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله عندهم حرام تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليش؟ قالوا لأنك تشك في أصل الإيمان، هذا لا يجوز لك. كيف تشك في أصل إيمانك؟ يعني ما تعرف نفسك مؤمن ولا كافر، هذا لا يجوز. قالوا مع أنهم هم الذين ابتدعوا هذه البدعة كما جاء عن سفيان وغيره، هم الذين لكي يعني في ظنهم أنهم يحرجوا أهل السنة والجماعة ابتدعوا هذه البدعة. أمؤمن أنت؟ يريدون أن يسمعوا جواب أهل السنة. ماذا تقول؟ يعني تشك في إيمانك، ماذا تقول؟ يريدون أن إيش؟ أن يقول السني أنا مؤمن، يقولون انظر هذا الذي نقوله، الناس مؤمنون. فقال أهل السنة والجماعة هنا تقول إذا سئلت أمؤمن أنت كما جاء عن سفيان وغيره فتقول ماذا؟ مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو. يعني لو واحد سألك أمؤمن أنت، لا تقول له طبعا نعم يعني الحمد لله أنا مؤمن، لا، تقول له مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. طيب لماذا استثنيت هنا؟ ليش ما قلت مؤمن؟ ليش قلت مؤمن أرجو؟ لأن الإنسان لا يعرف حاله عند الله، وما يعرف ماذا يختم له، ولا يعرف ولا يريد أن يزكي نفسه. بهذه الاعتبارات قال أهل السنة والجماعة أن الإنسان يستثني عندما يقول أنا مؤمن، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله،
أنا مؤمن أرجو أو آمنت بالله. واضح؟ الكلابية قالوا يجب عليك أن تقول إن شاء الله، وإلا وقعت في التزكية. لكن أهل السنة والجماعة كما قلنا ماذا؟ الاستثناء عندهم جائز. طيب هل يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن هكذا؟ يجوز باعتبار أصل الإيمان. يجوز أن تقول عن نفسك أنا مؤمن باعتبار أصل الإيمان، لا باعتبار كماله، وإلا قد زكيت نفسك أو حكمت على نفسك بأنك من الإيمان من المؤمنين الكمل. فهنا أجاز البعض أن تقول أنا مؤمن وتسكت ولا تقول إن شاء الله لو أرجو باعتبار أصل الإيمان، لأنك على يقين أنك ماذا؟ مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما أنت شاك، لست في شك. لكن تقول الأحسن والأفضل والأكمل أن تقول ماذا؟ مؤمن أرجو، مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. وهكذا بالنسبة لي يعني من يقع منه المعاصي أو نحو ذلك تقول مؤمن عاصي، مسلم عاصي، لا تطلق عليه لفظ الإيمان هكذا. وهذا هو المقصود كان من رد النبي عليه السلام على سعد بن أبي وقاص في قوله على هذا الرجل أنه ماذا؟ يعني زجره بأن يشهد له بالإيمان، لأن الإيمان كما قلنا أمور باطنية في القلب، لا اطلاع على العبد على الإيمان. فيعني الشهادة في هذا الباب لا ينبغي الجزم بها، تقول فلان مؤمن وتجزم بهذا الأمر، تجزم بهذا الذي يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القول به، أو مسلم، لذلك قال له ماذا؟ أو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر كونه يعني كون الإيمان في قلبه وأصل الإيمان، إنما قال له أو مسلم، يعني لا تطلق عليه إلا لعله ما بلغ أن يطلق عليه اسم الإيمان. والبخاري رحمه الله يرى أن هذا الحديث ماذا؟ كما في الآية، يرى أن هذا الرجل إيش؟ منافق، وإلا كيف يستقيم القول له؟ إذن يرى الآية في المنافقين، ويرى أن هذا الحديث في المنافق، أو مسلم أن هذا الرجل كان إيش؟ منافقا. هذا الذي يراه البخاري رحمه الله، وقوله كما قلنا ماذا؟ مرجوح. ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني خشية أن يقع في الشك والردة ويعود إلى الكفر حتى يعني لا تزل به القدم، فيتألفه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى، يعني كان يعطي هؤلاء مؤلف قلوبهم عيينة بن حصن، الأقرع بن حابس وغيرهم، كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم أموال كثيرة يتألفهم خشية أن يكبوا في النار. وهذا يدل على شدة شفقة النبي عليه السلام بالناس. نعم. قال ورواه يونس الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري، يعني هؤلاء تابعوا شعيبا في روايته عن الزهري، فيزداد الأمر قوة بكثرة، كما كنا الحديث يزداد قوة بكثرة ماذا؟ طرقه. فهؤلاء كلهم تابعوا شعيبا عن الزهري، فيزداد الحديث قوة على قوة. نعم. نعم. اسم الرجل لم أقف على اسمه، ما أدري. نعم. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبث السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. ثم ذكر أو عاد إلى ذكر الأبواب التي فيها بيان إدخال الأعمال في مسمى الإسلام أو في مسمى الإيمان. باب إفشاء السلام من الإسلام، يعني من الإيمان. والإسلام إذا أفرد كما قلنا دخل فيه الإيمان،
والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمعا افترقا كما ذكرنا. إفشاء السلام من الإيمان، ففيه الدلالة على أن إيش؟ أن إفشاء السلام وهو فعل قولي ماذا؟ داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى ماذا؟ الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، تصديقه وعمل الجوارح وعمل القلب. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار 3 هنا، يعني أتى هذا الأثر معلقا مجزوما به، فهو صحيح إلى من علقه. وقال عمار 3 رضي الله عنه 3 من جمعهن، وجاء هذا الأثر يعني موصولا عند عبد الرزاق وأحمد وغيرهما. وقال عمار 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان، قد جمع الإيمان 3 خصال: الإنصاف من نفسك، تقول الحق ولو على نفسك، تقول الحق ولو على نفسك، وهذا فيه أنك ماذا؟ من لوازم ذلك أنك تقوم بالالتزام بالواجبات والبعد عن المحرمات وإعطاء الحقوق لأهلها، أن تقول الإنصاف من نفسك، تقول الحق ولو على نفسك. وبعض الناس يكتم الحق وهو يعرفه لأنه متعلق بنفسه أو بقريب له، يشهد الإنسان ولو على نفسه بالحق، وهذا دلالة على ماذا؟ على الإيمان إذا أنصف الإنسان من نفسه. وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم كما مر معنا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن تقرأ السلام على من عرفت أو على من لم تعرف، وسيريده بعد هذا الحديث. إفشاء أو بذل السلام للعالم، يعني على من عرفت وعلى من لم تعرف. وذكرنا هذا فيه يعني النهي عن تسليم الخاصة، وذلك يعد تسليم الخاصة من علامات الساعة، إن من بين يدي الساعة تسليم الخاصة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من بين يدي الساعة تسليم الخاصة. يأتي ويسلم على، يكون مجموعة يسلم على شخص بعينه، أو يأتي ويكون مجموعة يصافح شخص ويترك الآخرين، هذا تسليم الخاصة، تسلم على الجميع، أو تطرح السلام على الجميع، لا تقول السلام، يعني مجموعة يقفون تقول السلام عليك يا أبا فلان. الأصل أن السلام يتجه إلى الجميع، السلام عليكم تقول. أو إذا أردت أن تصافح مجموعة من الناس لا تذهب وتصافح شخص واحد وتترك الآخرين، هذا من تسليم الخاصة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتسلم على الجميع، أو لا تسلم هكذا من بعيد وتمشي مثلا، تصافح الجميع. أما أنك تقع في تسليم الخاصة فهذا ما ينبغي، وهذا من بين يدي الساعة أو من علامات الساعة تسليم الخاصة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فشو التجارة، هذه من علامات الساعة. واليوم ما شاء الله كل إنسان أصبح يتاجر، الكل وقع ودخل في موضوع التجارة، هذا من علامات الساعة. معظم الناس اليوم تجار، هذا من علامات الساعة كما أخبر، وهذا واقع اليوم. من الذي يزرع؟ قليل. ومن الذي عنده حرفة وصناعة؟ قليل. أليس كذلك؟ معظم الناس تجار ما شاء الله. ليس هذا في ذم للتجارة، لكن هذه من علامات الساعة كثرة التجار. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى إن المرأة لتعين زوجها على التجارة. وهذا واقع أيضا نراه ونشاهده، المرأة تعين زوجها على التجارة، يأخذ منها ذهباتها ويروح يبيعهم ويتاجر مثلا، أو يفعل ما يفعل، أو هي تتاجر معه مع الأسف، أو تمشي معه وتسافر، أو هي تستلم محله. بعض الناس ما عندهم غيرة، يضع النساء في المحلات مع الأسف، يضع زوجته محل تبيع معه مثلا، أو هي تتعامل مع الزبائن. وكذلك يعني شهادة الزور من علامات الساعة، وهذا واقع، كتمان الحق. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وظهور القلم، ظهور القلم،
انتشار القلم، فشو القلم، الجميع يكتب في هذا الزمان، الكل يكتب، من لا يكتب إلا القليل. فشو القلم ليس مقصود به يعني أمي وغير أمي يحسن القراءة أو لا يحسن، لا، الكل أصبح يكتب حتى في المسائل العامة. كل شخص اليوم أو أكثر الناس معهم جوالات مفتوحة على العالم، حتى المرأة الكبيرة في السن والصغير تأتي وتكتب، ويعني تعلق في الأمور العظيمة والقضايا الكبرى، وتشتم الحاكم الفلاني وتطعن في الحاكم الفلاني وتقول لماذا كذا وتستدرك الكل يكتب أصبح مع الأسف، وهذا من علامات الساعة. قال والإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق مع الحاجة، هذا يدل على الإيمان، أن ينفق الإنسان وهو بحاجة إلى المال، هذا دليل الإيمان. فمن استجمع هذه الأمور الثلاثة كما يقول عمار فقد جمع الإيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد الإمام المصري عن يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصري عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. قوله أي الإسلام خير يعني أي الإيمان خير، لأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان. أي الإسلام خير، وهذا يدل على أن الإسلام يتفاوت، ويدل على أن الإيمان ماذا؟ يتفاوت، وأن الناس يتفاضلون فيه، فالإسلام يتفاضل أهله فيه والإيمان يتفاضل أهله فيه. أي الإسلام خير يعني في شيء أحسن من شيء. أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام على وجه الصدقة ونحو ذلك، تطعم الطعام، وأفضل صفات إطعام الطعام أنك إيش؟ تعطي للمساكين والمحتاجين، وليس شرط كما يفهم الناس اليوم مع الأسف، اختزل معنى إطعام الطعام أنك فقط تأتي وتعزم الناس على وليمة وخلص أطعمت الطعام، وتدعو من؟ تدعو الأغنياء وتحرم الفقراء، وهي شر الولائم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء، يحرم الفقراء. تطعم الطعام، أعطي فلان طعام، توزع لفلان طعام، تعطيه مال يشتري به طعام، هذا كله داخل في إطعام الطعام لا شك. واللفظ عام أيها الإخوة، ليس فقط خاص ب حتى ليس خاص بالمسلمين. لو أطعمت كافرا تتألف قلبه هذا من إطعام الطعام، لو أطعمت بهيمة أو نحو ذلك هذا من إطعام الطعام. فالنص عام، النص ماذا؟ عام. قال وتقرأ السلام، وهذا هو الشاهد على من عرفت ومن لم تعرف، وهذه كلها خصال تدل على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الناس إذا تفاوتوا، وأن الناس متفاوتين فيها، وأن الناس متفاوتون فيها، فكلما أحسنت في هذه الخصال ازداد إيمانك، وكلما نقصت هذه الخصال عندك نقص إيمانك. وهذا فيه دلالة على تفاوت الإيمان، وفيه كما قال العلماء الرد على المرجئة، وهذا الذي يريده البخاري أيضا، الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. باب كفران العشير. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت النار أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب كفران العشير وكفر بعد كفر أو كفر دون كفر. والبخاري رحمه الله يريد أن كفران العشير هو كفر دون كفر، وهو من قبيل الكفر الأصغر، وأن الكفر الأصغر ماذا؟ يتفاوت، وهو على درجات. وإذا تفاوت الشرك الأصغر إذا تفاوت الكفر الأصغر
وإذا تفاوت الظلم الأصغر فهذا فيه دلالة على تفاوت ما يقابله، وهو ماذا؟ الإيمان. إذا تفاوت الكفر الأصغر، إذا تفاوت الظلم الأصغر، ففيه دلالة على ماذا؟ على تفاوت الإيمان. فالإيمان يتفاوت درجات، وكذلك الكفر الأصغر أيضا هو متفاوت، الناس يتفاوتون فيه. ومن ذلك كفران العشير، كفران النساء للعشير. العشير هو الزوج، لأنه هو المعاشر سمي العشير، والمقصود بذلك إنكار إحسانه أو نسيان إحسانه. النساء مع الأسف فيهن هذه الخصلة. لا يعني أن كل النساء، قد يكون هناك من لا تنكر ولا تكفر العشير، لكن الأغلب عليهن ماذا؟ كفران العشير. قد توجد من النساء من لا تكفر العشير، لكن الأغلب من حالهن كفران العشير. فإذا وقعت المرأة في كفران العشير نقص إيمانه، هذا الذي يريد أن يبينه البخاري رحمه الله. وإذا لم تكفر العشير قوي إيمانها، ودل على زيادة إيمانها إذا لم تكفر العشير. أما إذا كفرت العشير فإن ذلك يدل على نقصان الإيمان، على نقصان ماذا؟ الإيمان. باب كفران العشير وكفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر، وهو متفاوت كما قلنا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله عن مالك الإمام بن أنس عن زيد بن أسلم القرشي العدوي عن عطاء بن يسار الهلالي المدني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت، يعني ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار ورأى أهلها الذين يعذبون فيها. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. ما السبب؟ يكفرن العشير أو يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وهذا تفسير العشير، يكفرن الإحسان فسر معنى العشير. لو أحسنت إليها أو إلى إحداهن الدهر، عاشت معك سنين طويلة، رأت منك أمرا تكرهه، إيش تقول؟ ما رأيت منك خيرا قط. نسأل الله العافية والسلام. إذن ما الحل مع هؤلاء؟ مع النساء تحسن إليها الدار، ثم إذا رأت منك شيئا قد يعني الذي تقوم به هذا شيء جائز وحلال، بل قد يكون من الواجبات، كأن تتزوج عليها أخرى، فتقول ما رأيت منك خيرا قط، لم تحبني أبدا، أنت أصلا لو عمرك حبيتني أو كذا ما تتزوج علي. طيب هذا دين، هذا دين الله؟ لا أبدا أبدا. لو بتحبني ما تحرق قلبي، حرقت قلبي أنت خلص، كل اللي فات مات. طيب والإحسان الذي حصل منه طوال السنين ما عاد له قيمة. طيب هذا أمر خطير جدا، كفران العشير، لأنه ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب دخول جهنم. فعلى المرأة العاقلة أن تدرك خطورة هذا الأمر ولا تقع في مثل هذا الأمر الخطير وتكفر العشير وتنكر العشرة الطويلة والإحسان الذي حصل من قبل الزوج لها وإليها. فعلى المرأة العاقلة أن تتدبر في مثل هذه الأحاديث. وقد جاء لفظ آخر ويكثرن اللعن. يكثرن ماذا؟ اللعن، هذا من صفاتهن. وأيضا من صفات النساء ومن سبب دخولهن النار أنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن، كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الفساق هم أهل النار. قيل يا رسول الله ومن الفساق؟ فقال النساء. هذا لا يعني أنه ما ليس في الرجال فساق، لا،
لكن الأغلب على النساء هكذا، وإلا يوجد من الرجال فساق وأشنع من النساء بكثير، لكن هذا هو قول النبي عليه السلام. قيل يا رسول الله ومن الفساق؟ قال النساء. قالوا يا رسول الله أولسنا أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا؟ قال بلى، ولكنهن إذا أعطينا لم يشكر، وإذا ابتلينا لم يصبر. أعطينا لم يشكر، ابتلينا لم يصبر، يكفرن العشير، يكثرن اللعن، تتهاون الواحدة في حشمتها، تتهاون في صلاتها. فالأمر جد خطير على المرأة أن تتدبر مثل هذه الأحاديث، وتعي أنها إذا ما توسلت وابتهلت دائما وأبدا إلى الله أن يعافيها من هذه الأمور، أن المرأة قد تزل بها القدم، نسأل العافية والسلامة. ولا يعني هذا أن الرجال في سلامة من ذلك، بل أيضا الرجال موعدون في أو متوعدون في كثير من الأحاديث بالنار إذا وقعوا وارتكبوا صفات. لكن هذا الحديث فيما يتعلق بالنساء، والحديث كما قلنا فيه دلالة على تفاوت الإيمان. لو أحسنت قال نعم إليها أو إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك، لأنها تنسى المعروف، تنسى المعروف. والمرأة معروفة بكثرة النسيان، والمرأة معروفة بكثرة النسيان خاصة في هذا الزمان. تنسى يقال لها الشيء بعد تنساه بعد لحظات، هذا موجود ومعروف. تنسى المرأة، شبه زهايمر عندهم اليوم، إلا ما تريد، في أمور أخرى لا تنساها، لكن يغلب عليها النسيان. فلذلك عليها أن تلجأ إلى الله دائما وأبدا، أنها تطلب أو ترجو من الله ألا تنسى الواجبات التي عليها. لو نسيت أمور أخرى يبقى الأمر أهون، أما شيء واجب عليها فتنساه كالصلاة أو نحو ذلك، هذا هو الذي لا ينبغي أن يكون. ولا شك أن أيضا النساء أغلب أهل الجنة أو أكثر أهل الجنة، كما أنهن أكثر أهل النار، فالنساء أيضا أكثر أهل الجنة. كيف ذلك؟ كل شخص أو كل من يدخل الجنة له أقل شخص يدخل الجنة له زوجتان، هذا أقل واحد، معناته أن النساء على أقل حساب هم ضعف الرجال. فكيف إذا كان له أكثر من ذلك، كما في الشهيد وغيره له 70 وبعضهم له مئات الجواري والحوريات، حور العين. هذا يدل على ماذا؟ على أن النساء أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة. فكل رجل يزوج بأقل شيء يزوج إيش؟ بامرأتين، وليس في الجنة أعزب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في صحيح مسلم. نعم، قال في صحيح مسلم ما في الجنة أعزب. فليبشر، يبشر الذي مات ولم يتزوج في الدنيا، فإنه يزوج في الجنة. لا، ما في الجنة أعزب، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن الرجل لا يتزوج، يقول أريد أتزوج في الجنة، لا، يتزوج، وهذه سنة المرسلين، يتزوج الإنسان. لكن من مات ولم يتزوج فإنه لا يبقى أعزبا في الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم،
فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. معتقدهم أن المعاصي لا يكفر بها أو بسببها صاحبها، إنما يكفر بماذا؟ بالشرك، بالكفر الأكبر. أما بارتكاب الكبائر والمعاصي فإنها أو كل ما كان دون الشرك فإنه إيش؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا أراد به البخاري رحمه الله الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبالكبائر. رد على الخوارج والمعتزلة الذين يأتون على نصوص هي في الكفار فيحملونها على عصاة الموحدين ويكفرونهم بارتكاب الكبائر والمعاصي، وهذا مذهب باطل ولا شك. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يكفر حتى بكبيرته، إنما يكون ناقص الإيمان، ينقص إيمانه. والباب فيه دلالة على نقصان الإيمان، ينقص. الذي يرتكب الكبيرة ينقص إيمانه، يرتكب المعاصي ينقص إيمانه، لكن لا يزول بالكلية، لا ينتهي الإيمان، لا ينهي ولا يزيل الإيمان إلا الشرك والكفر الأكبر، خلافا للخوارج. هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. لا يكفر صاحبها إلا بالشرك، يعني الأكبر، إلا بارتكاب الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هنا خص الشرك بعدم المغفرة، خص الشرك بعدم المغفرة، وعلق سائر المعاصي التي هي دون الشرك بماذا؟ بالمشيئة. فمن مات على كبيرة وعلى معصية لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن من ارتكب كبيرة، من ارتكب معصية فتاب منها، من تاب تاب الله عز وجل عليه. أما من مات ولم يتب، مات عليها ولم يتب منها، فهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن لم يمت، لمن مات على غير التوبة. نعم. قال: حدثنا سليمان ابن حرب الأزدي البصري قال: حدثنا شعبة بن حجاج الواسط الإمام عن واصل بن حيان الأحدب الكوفي عن المعرور بن سويد الأسدي الكوفي قال: لقيت أبا ذر جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من خيار الصحابة، قال: لقيت أبا ذر بالربذة بمكان قريب من المدينة، وعليه حلة، وهو ثوب يكون من قطعتين، من إزار ورداء، عليه حلة، وعلى غلامه حلة، يعني مثلها. فسألته عن ذلك، يعني استغرب منه، كيف الغلام العبد هذا يلبس حلة، يعني ملابس في نفس مستوى ملابس سيده، فاستغرب هذا وقال: يعني إيش يعني لماذا هكذا وفعلت هكذا مع عبدك ومع غلامك؟ فأخبره أبو ذر رضي الله عنه. هنا الإنصاف من النفس، كما قال عمار: الإنصاف من نفسك. يعني ممكن هذه القصة يكتمها أبو ذر وخلاص، ما يحتاج الواحد إيش، لكن فيها عبرة وفيها تعليم وفيها حديث وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبذله ويبثه أبو ذر رضي الله عنه ولا يلتفت إلى نفسه. فقال رضي الله عنه: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا هو الشاهد من إيراد البخاري لهذا الحديث تحت هذه الترجمة، يعني أن الذي فيه صفة من صفات الجاهلية هذا ناقص الإيمان، وكلما تخلى الإنسان عن صفات الجاهلية كمل إيمانه. وفيه دلالة على أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. يرحمك الله، يزيد وينقص. هذا هو الشاهد. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. خولكم يعني جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا ما فعله أبو ذر رضي الله عنه. انظروا إلى عبده أو إلى غلامه، ألبسه مما يلبس، قال فليلبسه مما يلبس. والواجب في مثل هذه الحالة ومع هؤلاء، الواجب الواجب المواساة لا المساواة. الواجب المواساة لا المساواة. فإن فعل أو حصلت المساواة فهذا أكمل وأكمل، كما حصل مع أبي ذر رضي الله عنه. يعني الأصل والمطلوب منك والواجب عليك أن تواسيه. وهذا معنى قول سلم فليلبسه مما يلبس. يعني ما ينفع غلامك وعبدك يكون إيش؟ مقطع الثياب وحالته حالة. ألبسه من الثياب، وليس المقصود أنه يجب عليك أن تلبسه تمام ما تلبس أنت على نفس مستوى ثيابك. لا، الشاهد أنك تلبسه، تواسيه. كذلك الطعام، تعطيه شيء من طعامك، يكون عنده طعام مقبول، تواسيه بذلك. لكن إن جئت به وأجلسته معك وجعلته يأكل معك هذا هو الأكمل. وإن اشتريت لك ثوبا اشتريت له ثوبا تعطيه إياه فهذا هو الأكمل، كما فعل أبو ذر وطبق الحديث. وانظروا إلى تطبيق الصحابة، اختار وأخذ الأكمل، فكان يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم. فالواجب إذن المواساة وليس المساواة. فإن حصلت المساواة فهذا الأكمل والأكمل. وهذا يدل على كمال الإيمان. يدل على ماذا؟ على كمال الإيمان. وهنا لفتة نذكرها عند هذا الحديث، وهي أن الناس اشتهر عندهم أن الذي عيره أبو ذر هو بلال رضي الله عنه، وأنه قال له يا ابن السوداء. هذا المشهور عند العوام. وهذا من وين أتانا؟ من أئمة الضلال، وعلى رأسهم القرضاوي لا بارك الله فيه، في كتابه الحلال والحلال وليس الحلال والحرام، كتابه الحلال هذا والحرام، ذكر أن وانظروا إلى الفرق بين أهل الصنعة وبين المتسلط على العلم، وبين من يدعي العلم وليس هو من أهله. إذا رجعت إلى كتاب الحلال والحرام للقرضاوي فيقول لك روى البخاري، انظروا ما شاء الله عالم، روى البخاري في صحيحه أن أبا ذر تشاجر مع بلال فعيره بأمه وقال له يا ابن السوداء وكذا وكذا، فقال وسلم عيرته بأمه. وفي لفظ أنه جاء أبو ذر ووضع خده على التراب لكي يدوس عليه بلال لكي يعني يتوب من هذا الصنيع. هذا هو المشهور عند الناس. فذكر في كتابه أن البخاري روى هذا، ورد عليه الشيخ الألباني أنه لا يوجد أصلا ذكر بلال فيما عند البخاري وغيره أيضا، ما فيه ذكر بلال، ولم يقل له يا ابن السوداء. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته، أو قول أبي ذر فعيرته بأمه، لم يعرف ما هو نوع التعيير، ما لم يرد، عيره بأمه.
لكن الناس أخذوا هذا من أمثال هؤلاء، قال له يا ابن السوداء، وليس هو بلال كما قلنا، ما ثبت هذا. وانظروا إلى من يشتغل بالحديث وبين من يدعي أنه من العلماء وليس منهم. روى البخاري ويمشي. هل هذا يعرف الرجوع إلى الأدلة والألفاظ الأحاديث والنظر في طرقها؟ ما يعرف هذا الشيء. حاطب ليل مؤلف مسرحيات كما اعترف هو بنفسه. قرأت له مقالا قديما يقول أنا أول حياتي كنت مؤلف مسرحيات، وأحب المسرحيات وأحب فيروز وأم كلثوم وما أدري مين. هذا أصله، ومع الأسف أصبح الآن من كبار أئمة الضلال عند أهل الضلال، ولا هو عند أهل السنة والجماعة وضيع لا قيمة له، من أهل التثوير ومن أهل الخروج والخوارج ومن كبار رؤوس الإخوان المفلسين. انظروا كيف يبث في كتبه، لا يتحرى الألفاظ ويأتي ويدمج قصص وألفاظ لا أصل لها ويعطيها للناس، والناس ينشرون وراءهم. فهذه اللفظة أو هذه القصة أن بلال هو المعير، لا، بأمه لا، أو اللفظ يا ابن السوداء لا، هذا لم ترد عند البخاري ولا عند غيره. نعم. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. ثم قال البخاري باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وهذا فيه رد على الخوارج. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حصل منهم الاقتتال، والقتل ماذا؟ كبيرة من الكبائر، تقتل أخاك المسلم بغير حق كبيرة من الكبائر. مع ذلك هذا لا يخرجه من الإيمان، يبقى مؤمن لكن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. ولا تقول مؤمن هكذا كالمرجئة، ولا تقول كافر كالخوارج، إنما الوسط بين الفرق كما قال شيخ الإسلام في الواسطية كما مر معنا. الخوارج يقولون لمن قتل أخاه عامدا متعمدا بغير حق مؤمن كامل، المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، الخوارج يقولون إيش؟ كافر. أهل السنة والجماعة مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن مرتكب كبيرة عاصي. هذا هو المنهج الوسط والعدل بين الفرق. فأراد البخاري رحمه الله هنا أن يرد على الخوارج. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري فسماهم المؤمنين، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بعد وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم يخرجوا عن الإيمان بالكلية. فهذا فيه رد على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فلا شك أن الذي يقع في هذه الكبائر ينقص إيمانه بارتكاب الكبيرة، لا يزول بالكلية كما تقول الخوارج. والمقصود من إيراد هذا الباب كسابق أن الإيمان ماذا؟ يتفاوت ويزيد وينقص. فالإيمان كما قلنا ماذا؟ يعني الإيمان أو نعم المعاصي لا تذهب الإيمان بالكلية، إنما الذي يذهب الإيمان ماذا؟ كما قلنا الشرك الأكبر والكفر. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري
حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن ويونس، حدثنا أيوب ويونس بن عبيد العبد البصري عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو من التابعين عن الأحنف بن قيس، وهذه من رواية التابعي عن تابعي. الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي من كبار التابعين. قال ذهبت، يقول الأحنف، لأنصر هذا الرجل يعني عليا رضي الله عنه في قتاله لمعاوية، ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر نفيع بن الحارث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، أريد نقاتل معه. فقال له ارجع، يعني لا تشارك في القتال، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا أبو بكر لم يتبين له يعني في الفتنة هذه المصيب من المحق، فنصحه أن لا يدخل فيها، وإلا كان المصيب هو علي رضي الله عنه. وكلا الطائفتين يعني على أجر وأجرين، بين أجر وأجرين. فمعاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وعلي رضي الله عنه اجتهد وأصاب فله أجران، والحق مع علي رضي الله عنه. لكن نصحه بهذه النصيحة لأنه ما تبين له هذا الأمر في أول أمره أو نحو ذلك، أو كان هو ممن اعتزل. لكن الإشكال هنا في الحديث الذي استدل به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا أتى له بحديث عام، يعني احترز، قد يكون الأمر داخل في مثل هذا الحديث، وأعطاه حكم عام. فكل فتنة وفي كل اقتتال بين مسلمين أو بين المسلمين يعني ابتعد عنه أفضل لك وأسلم وأكمل. لكن في حقيقة الأمر هذا الحديث لا ينطبق على ما دار بين الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة كانوا متأولة في قتالهم، ومعاوية اجتهد كما قلنا، كانوا مجتهدين في هذا القتال. طيب هذا الحديث ينطبق على ماذا؟ ينطبق على كل من يقاتل لهوى ولعصبية وليس لنصرة الحق. لكن بالنسبة للصحابة كلا الطائفتين إيش المراد من قتالهما؟ نصرة ماذا؟ الحق. لذلك كانوا متأولة. تحمل الآية التي ذكرها البخاري في الترجمة. الآية في الترجمة ما هي؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب هنا قال إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل والمقتول في النار. الآية في حق من كان يقاتل مجتهدا متأولا. الحديث في حق من كان يقاتل إيش؟ بهوى وعصبية وحمية ويريد نصرة باطل وعدم إحقاق الحق، لكي لا ولا تعارض بين الحديث وبين الآية. إنما أعطاه هنا أبو بكر الحكم العام، يعني ابتعد أسلم لك. هذا هو المقصود. ومراد البخاري من إيراد الحديث ومن إيراد الآية أن القتال من الكبائر، وينقص ماذا؟ الإيمان، وينقص الإسلام إذا وقع فيه المرء. هذا هو المقصود. وإذا تلاحظون هذه الأبواب التي مرت معنا، باب كفران العشير، باب المعاصي من أمر الجاهلية، وإن طائفتان من اقتتلوا، وسيأتي باب ظلم دون ظلم، باب علامة المنافق، هذه كلها أدلة على نقصان الإيمان. لأن البعض يقول ما في أدلة على نقصان الإيمان، كل الأدلة في زيادة الإيمان. نقول هذه الأبواب كلها دلالة على ماذا؟ على نقصان الإيمان. لأن الكفر الأصغر إذا تفاوت الإيمان، الظلم الأصغر إذا تفاوت الإيمان، والمعاصي متفاوتة وبعضها أشنع من بعض. فالذي يرتكب الشناعات من المعاصي يقل إيمانه، بخلاف الذي يعني يرتكب معاصي أخف، وهكذا. فهذه كلها ساقها البخاري للدلالة على
تفاوت الإيمان وأنه ماذا؟ وأنه يزيد وينقص. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.